بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم. جبت لكم اليوم وصفة ولا طريقة تحضير رشتة تصلح للمشاريع، تصلح دوكا المولد على الأبواب ولا نخبيوها للشتا لكان حينا ربي ولا. المهم نبداو على بركة الله في طريقة التحضير. المقادير تاعها يعني راهي سهلة. الدقيق يكون اللي شتا رطب، هزو من الكيس نورمال من الشكارة وخدمه. واللي عندها الدقيق هذاك الرطب تقدر تخدم به تاني. الدقيق لازم يكون النوعية الجيدة. هذا ما نحتاجه في المعجنات نتاعنا كيما رشتة كيما تختوخة كيما نحتاجو الدقيق والماء والملح. نبلوها، شوفوا تكون هاهي حاكمة روحها، ماهيش هذيك الطرية. كون ديروها طرية بزاف يتأدبكم من بعد في الحلان. والدقيق الرطب ماهوش كي الدقيق اللي جبدوه من الشكارة طول، راهو يجرى ليه تولعوا. شوفوا بليتها حطيتها ركحت. انا درت كميه هذه يعني عجنتها وقسمتها على زوج مرات وعلى زوج على زوج وعجنت كل طرف وحده. راح نعجن هذه باه تشوفوا كيفاه نعجنها. يعني طريقتها سهله بصح كاين مبتدئات اللي ما يعرفوش، وكاين درتها في قناتي الاولى. بزاف جاوني التساؤلات. كاينه حتى اللي قالت لي كان نقدر نقصها بيدي. الرشته حبيبتي لازم لها هذيك الماشينات هذيك تاع الرشته، مستحيل تقصيها بيدك. تريده تاع الموس تقدري تقصيها بيدك، الرشته ما تقدريش تقصيها بيدك حبيبتي. ربي يرزق كل وحده ان شاء الله يا ربي، وتقدر تشري الماشينه هذه راهي تنحي كيما نقولوا الهانه. نعجنها كوشتو كيفاه طريقه العجن تاعها حتى داك الدقيق تاعي يولي املس. ونحطها ما نخليوهاش خلاص ماهيش مغطيه، لازم دائما نغطيوها بكيس بلاستيكي. المبتدئه دير كيله صغيره برك حتى توالف، ومن بعد دير لي كونتيتي الكبار راهي تصلح للمشاريع. ما شاء الله. حنايا في قسم دارنا نيبسوها في الجزائر، يدهنوها بالزيت ويفوروها ويخبيوها. حنا تاع الزيت ما نفضلش يعني تاع الزيت، يعني مع احتراماتي يعني حبيباتنا الجزائريات. تاع الزيت كي يبطاو بزاف دير فيهم ريحه الغماله الحاجه اللي ندهنوها بالزيت. لازم ديروها في وقت قصير ما تطولش بزاف، لا تخبيها في كونجيلاتور. شوفوا قصيت درتها هذه للمشاريع. هذه الطريقه السهله هكا. وحطوا الخبيزات نتاعكم يركحوا برك يرتاحوا يدي وقتهم في الراحه حين تتحل لكم لاباط ليه. انا الطريقه هذه نديرها كما قلت لكم اللي ماما وحده في دارها دير بهكا بزوج قريصات ليه تخلص في بلاصه ما تحلي قرصه وحده حلي زوج حبيبتي مع بعضهم. شوفوا هذه الطريقه نديرها من سنين وسنين. هذه هي طريقتي. تقدروا ديروا حتى 3 قرصات فوق بعضهم وتحلوا. انا ندير زوج برك، بصح تقدروا ديروا حتى 3 قرصات وشيه ديروا بيناتهم النشا باه ما يلصقولكمش. نحلوا العجينه تاعنا هذه تاني. يعني هذا الحاجه هذه لازم ديروها. كاين اللي هكا كي خشينه وهما يحطوها فوق في لا ماشين هذيك تفزد لا ماشين مع الوقت. ريحه تولي هذاك رقم واحد هذاك الرقيق يولي لكم رقم 2 ولا 3 راح كيما نقولوا تتفلعص. شوفوا قصوها هكا على زوج ولا على 4. انا نشتي نقص على 4 من بعد يجي الشريط طويل بزاف. كون نخليها على زوج هذيك الخبزه الشريط راح يجيني كبير بزاف وراح يعذبكم. اقسموها من الاحسن هكا على 4. شوفوا حبيبتي يعني هاد طريقتي في الرشته يعني بدات مشاهدات بسم الله ما شاء الله. والحمد لله يا ربي كاين بزاف اللي داروا المشاريع بالوصفه تاعي تاع التريده تاع الموس يعني بزاف الحمد لله يا رب العالمين. شوفوا نكمل هذه طريقتي كما قلت لكم بالزوج. ونحط هكا في سني في كتانه في قصعه كيما حبيتو في بلاطو كل وحده تحطها واش متوفر عندها. كيما قلت لكم تقدروا تقسموا هكا على 4 من الاحسن. دوك تشوفوا قد ما هي يولي يعني كي نحلوا بالماشينه دوك تشوفوا قد ما هي يوليو. انا هذه طريقتي ندردر هكا النشا. شوفوا ونحطهم فوق بعضهم حتى نكمل. الرشته راهي شي يعني هي من اسهل المشاريع. بصح هذيك تاع النشيره تاعها وادي وجيب وتدي البلاصه والدار كامله تولي لك بنشه، يعني هذا هو الشيء المتعب فيها. ولازم ديروا النشا، ما كانش منها ما ديروش النشا. بعد ما قصيتهم كامل حليت العجينه تاعي وقصيتها وحطيتها. نبدا نجيب لا ماشين تاعي هنا اللي مانيش ملصقه لا ماشين باه نصور لكم برك ومن بعد نكمل لا كونتيتي كامله. درتها في رقم 2. شوفوا كيفاه تهبط ليه من يعني مانيش نفرصي في الماشينه تاعي راهي على راحتها تمشي. لو كان تخليو لاباط نتاعكم خشينه مع الوقت يتفسد لكم.
كي نكملهم كامل، شوفوا أنا حتى نكملهم كامل ونولي نديرها في رقم واحد في الرقيقة خلاص. المرة الأولى ديروا في اللي قبل خاطر كل وحدة والماشينة تاعها. المرة الأولى ديروا في الرقم اللي قبل الآخر ولا قبل الرقيق خلاص باه تفهموني. ومن بعد المرة الأخرى ديروها في الرقيق خلاص، قادر يكون رقم 9 هو الرقيق في الماشينة تاعكم في الرقيق خلاص. شوفوا ونحلها، شوفوا هاهي يدي تبان. كيما قلت لكم سيسوا برك الماشينة تاعكم. راهي ولات كاين حتى اللي فاتوا المليون. مالا سيسوها حبيباتي تخدموا بها أطول مدة. شوفوا كيفاه رقيقة هايلة هايلة. شوفوا طريقة النشيرة، نحطوها فوق الدرا ولا المهم طرف ديروه سبيسيال ليها، ما تحطوهاش لاصقة فوق بعضاها. شوفوا هنايا ما تحطوهاش لاصقة فوق بعضاها، لازم هكا باه تشيح كاملة مع بعضاها. شوفوا وحليت الدقة خليتها تهوى. شوفوا كيفاه ولات هكا. نقدر نبدا نقص. لو كان تخليوها تيبس فوق اللازم راهي تدقدق كامله، تروح لكم كامله دقداق ولا فتات ولا. من الاحسن كي تشوفوها شدت روحها تجيبوها. تحبوا ديروا في هذه الخشينه هذه شويه، تحبوا ديروا في الرقيقه. كل وحده وذوقها يعني. في الرقيقه تجي مليحه، في الخشينه تاني عندها تاني بنه يعني ما شاء الله. مره جايه حندير لكم في الخشينه الطريقه كيف طيبتها وتجي ما شاء الله كل حبه وحدها. على السر نتاع الرشته وهاد المعجنات اعجني مليح، الدقيق يكون مليح. شوفوا كي كملتها كامله، كي هادو الاخرين شكيت هكا باللي ما همش يابسين مليح، خفت لي يلصقوا لي في بعضهم. قاعده نعطيكم في الطريقه ما خبيت عليكم والو. ندير لها هكا النشا، هذه طريقه النشيره تاعها في بلاصه هكا ميستعه. وفي الليل ولا زيدوا ارواح وقلبوها، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ونقولكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.